السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفتنا النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تحلية باردة صيفية جميلة جدا. هنعمل كده كيكة الجيلي بأسهل وأبسط طريقة. مكوناتها كلها متوفرة كده عندك في البيت. وصفتنا سهلة وبسيطة ان شاء الله، طعمها كمان لذيذ جدا. من أسهل وأبسط الطرق اللي ممكن تعملي بيها تحلية باردة لولادك في الصيف. أهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير، ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. في البداية كده في كسرولة على النار نزلت بكوبايتين من الحليب. هنبدأ كده نعمل طبقة الكريمة. هبدأ كده اضيف لهم 3 معالق كبار من السكر. المقادير هسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف. هنزل عليهم كمان بمعلقتين كده من الدقيق ومعلقتين من النشا. هندوب كده المكونات دي كويس جدا على البارد، وبعد كده طبعا هبدأ اعلي عليهم النار. اضيف لهم كمان رشة كده من الفانيليا، بتدي ريحة وطعم جميل جدا للكريمة. عملناها كده كريمة اقتصادية بدون كاستر، سهلة وبسيطة جدا. هنبدأ كده نقلب لغاية كده ما القوام يتقل معايا خالص. بدأ خلاص القوام بتاعها يتقل معايا. هبدأ كده ان انا اضيف له مكعب من الزبدة. طبعا الزبدة هنا بتعزز كده معايا الطعم. اهم حاجة كده بتقلبيها تقليبتين كويسين جدا بعد كده اضافة الزبدة. وخلاص كده الخليط بتاع الكريمة جاهز معايا. هنكمل كده مع بعض باقي الخطوات. هنا بقى اي فورمة كده طبعا متوفرة عندك. ممكن كمان تستخدمي كده فورمة ألمونيوم. بدأت كده ان انا ادهنها دهنة بسيطة جدا من الزيت. هنزل كده بالكريمة. طبعا هبدأ كده ان انا اسويها واسيبها كده علشان تبرد خالص معايا. لازم يكون قوام الكريمة تقيل معاكي علشان طبعا يتماسك معاكي بسهولة، وكمان تعرفي كده تحركيه. هبدأ كده ان انا اسويها واسيبها كده على جنب علشان تبرد معايا خالص. وهنبدأ كده نعمل طبقة الجيلي. هنبدأ كده نعمل طبقة الجيلي مع بعض. ببولة كده هنزل بكوباية ونص من المية السخنة. اهم حاجة تكون مية مغلية معاكي. هضيف لهم كمان ظرفين كده من جيل الفراولة، وممكن تستخدمي اي نوع جيلي تحبيه. اهم خطوة هنا بندوب كده حبيبات الجيلي كويس جدا، يكون كده فيها الجيلاتين. هندوب كويس خالص الاول، بعد كده هنضيف لها كده كوباية من المية الساقعة. هضيف لهم كده كوباية من المية الساقعة برضو هبدأ كده ان انا ادوبهم كويس جدا مع بعض. وخلاص بكده طبقة الجيلي جاهزة معايا. هسيبها لغاية ما تبرد خالص معايا ونكمل كده مع بعض باقي الخطوات. وصفة سهلة وبسيطة جدا، خطوات كمان هتعمليها كده في دقايق. طبقة الكريمة خلاص تماسكت كده معايا. هبدأ كده ان انا احركها بسيط كده بايديا، اتأكد بس ان هي مش لازقة. وهنزل عليها كده بطبقة الجيلي. هبدأ كده ان انا انزل بطبقة الجيلي، تنزلي كده بيها براها خالص. هتبدأ كده طبعا طبقة الكريمة تطفو على الوش كده. وخلاص بكده طبعا كيكة الجيلي الباردة جاهزة معانا. هنبدأ كده ناخدها وعلى التلاجة ليلة كاملة. ممكن كده تعمليها قبلها بيوم. ده شكلها كده بعد ما باتت في التلاجة ليلة كاملة. ممكن كده تعمليها قبلها بيوم. تبدأي كده بإيديكي برضو بتحركيها بسيط كده من الجوانب. وهنبدأ كده نقلبها مع بعض. ده طبعا شكلها النهائي شكلها جميل جدا. أحلى تحلية باردة ممكن كده تعمليها لولادك. طريقتها سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود. كيكة الجيلي الباردة بأسهل وأبسط طريقة هتعمليها إن شاء الله. شكلها كمان جميل جدا، يعني لونها خطير. طريقة سهلة وبسيطة. المقادير كمان متوفرة كده عندك في البيت.
كيكة كده متماسكة جميلة جدا، هتنجح معاكي ان شاء الله من اول مرة. طبعا طعمها جميل جدا، ميكس كده بين الجيلي والكريمة، طعمها رهيب. جرب الوصفة لولادك وان شاء الله تعجبهم جدا. وصفة سهلة وبسيطة، بألف هنا على قلوبكم. اهم حاجة ما تنسوش تدعموني، وفي رعاية الله.